ازيكم عاملين ايه؟ في كتير جدا جدا مامز بتبقى في اماكن بعيدة وبتلاقي او بتلاحظ ان طفلها عنده مشكلة في تأخر الكلام، بتبدأ ان هي تكلمني دكتور اعمل ايه؟ الولد مش بيتكلم. اول حاجة بنبدأ ان احنا ننصح بيها الام علشان تشتغل مع طفلها في البيت بشكل صحيح جدا، ان هي تعمل تمارين وتدليكات الطفل علشان خاطر يقدر ان هو يتكلم ويطلع مخارج الاصوات بشكل صحيح. ايه اول حاجة احنا كنفسنا كدكاترة او كاخصائيين لما بنيجي نتعامل مع اي طفل في الجلسة، اول حاجة بنعملها بنعمل له تدليكات او تمارين او الاتنين. في اطفال كده اطفال كده يعني، والاغلبية ان احنا بنبدأ نشتغل مع الاطفال التدليكات ديت. عشان طيب ايه هي التدليكات ديت واهميتها ايه للولد او للبنت؟ اول حاجه هقول لكم ايه هي التدليكات او اهميتها، هنبدا بالاهميه بعد كده اقول لكم هنعمل ايه في التدليكات ديت. الاهميه ديت يا جماعه بتبدا ان هي تشتغلي على عضلات البق بتاعه الولد او البنت. طيب الطفل اصلا اللي عنده تاخر بيبقى عنده تاخر في الكلام ازاي؟ بيبقى اساسا العضلات بتاعه الفكين وعضلات البق نفسها والسنان وكل حاجة بتبقى ماسكة قوي، الطفل مش قادر يتكلم. هديكي مثال بسيط قوي. انتي لما بتكوني انتي كمامي او كأب شغال قاعدين في قاعدة وبتضحكوا ومبسوطين، ومن كتر الضحك حسيت ان الحتت دي عندكم وجعاكوا من كتر الضحك، الحتت دي وبقكوا نفسه موجوع، فيبدأ الولد او البنت حاسس ان الفكين عنده عضلات البق والشفايفه ولسانه كلهم ماسكين او مش قادر ان هو يحركهم وهكذا. طيب نبدأ نشتغل ازاي مع الطفل علشان خاطر نحرك العضلات بتاعة بقه؟ بنبدأ ان احنا نعمل تدليكات كده بالشكل ده في الحتة دي بالظبط، ونعمل تدليكات كده بشكل دائري 5 مرات. هنا في النص بنعملها للولد او للبنت فوق المناخير على طول 10 مرات، وهنا 10 مرات، وهنا كمان 10 مرات. طيب وبعد كده بننزل تحت 10 مرات و10 مرات في النص 10 مرات هنا. تمام. بنبدأ ان احنا بقى نعمل كتنشيط للحتت دي من فوق او من تحت. ايه تاني؟ التمرينة التالتة احنا خلاص عملنا من فوق تمرينة ومن تحت تمرينة. طب التمرينة التالتة بنبدأ نمسك صباعنا دول كده ونبدأ نعمل للولد او للبنت 10 مرات من هنا، من اول ودني كده لحد دقننا او دقنه من هنا كده 10 مرات، والناحية التانية 10 مرات. بس لا، بنطلع كده اهو وكده اهو 10 مرات كده اهو بنفس الشكل كده 10 مرات من تحت و10 مرات من فوق. طيب ايه تاني؟ بنبدأ نعمل للولد نخليه يحط لسانه هنا. كنت تزقي كمامي هو الولد يزق. من الناحية التانية طرقعة ويطلع لسانه لفوق. طب ازاي نخلي طفلنا يقوي عضلة لسانه؟ نبدأ نخلي الولد يعمل تمرين للسان علشان عضلة اللسان هو اللي بيتكلم، البنت شغالة اهوت لساني هو اللي بيتحرك. نعمل ايه؟ نخلي الولد يرفع لسانه عند اسنانه، لا لبعد اسنانه على طول. زغردة، طرقعة، والتمرينة اللي انا قلت لكم عليها دي ودي. تمام. طيب هنعمل ايه تاني؟ التدليكات اللي انا قلت لكم هتعملوها من هنا او من هنا او من هنا او من هنا 10 مرات. هنبدا ان احنا نمسك شفه الولد، يا اما تغسلي ايدك كويس او تلبسي جوانتي او جرافز، تمام، او تمسكي شفه الولد او البنت من فوق وتبداي تعملها لهم بالشكل.
هنا نبدأ ان احنا نمسك شفة الولد او البنت ومن جوه، وبنبدأ نعمل لهم بنفس الحركة كده بشكل دائري برضو، هنا مرة وفي النص مرة، وهنا مرة، وهنا مرة في النص مرة، وهنا مرة برضو في الجوانب. بصوا انا بقول لكم 10 مرات، بس لو زدنا اكتر من 10 مرات حلو قوي زي الفل. ونبدأ نشتغل مع الطفل الموضوع دوت مرتين او 3 في اليوم. تمام. طيب الموضوع دوت مهم جدا جدا يا جماعة. اخر حاجة هقولها لكم، الموضوع مهم جدا من قبل ما تعلموا الولد او البنت الكلام، علشان خاطر نبدأ ان احنا نظبط لهم عضلات اللسان، ونظبط لهم عضلات الفكين والبق كله والشفتين واللثة والكلام ده كله. دي اهم التدليكات، علشان كتير جدا 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 من حضراتكم بتطلبوا مني ازاي او ايه الطريقات او الطرق اللي احنا بنشتغل بيها مع الحالة او مع الطفل في البيت. وانا طبعا يعني اهم حاجة عندي ان الماما تشتغل مع الولد او البنت في البيت بشكل مستمر، لان حتى لو الولد معاه او بيروح لاخصائي او لاخصائية بيشتغلوا معاهم، ده بيروحوا مرة او مرتين في الاسبوع، بيشوف الدكتور بتاعه مرتين في الاسبوع بمقدار مثلا ساعتين، او لو بيروح له مرة في الاسبوع كده هو بيشوفه بمقدار ساعتين في الاسبوع. طبعا مش هيكون كافي جدا ان الولد او البنت يعني مش هيبقوا كافيين ان هم يتكلموا بشكل مستمر وبسرعة. واهم حاجة ان ماما طبعا او المامز يكونوا متابعين مع الاخصائي اللي شغال مع ابنهم بشكل مستمر، لان هما الاتنين مكملين بعض. ببقى حابة قوي اي حد يجيلي المركز من المامز تبقى معايا في كل حاجة، مشاركاني اعمل ايه للولد اعمل ايه للبنت، لان احنا الاتنين ايد واحدة وبنساعد البنت او الولد ان هما يبقوا اطفال نورمال. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. اتمنى يكون عجبكم، واكيد هيعجبكم. يطلبوا مني التمارين دي وافضل ابعت لكم بتبقى مثلا، وبفضل ابعت لكم هنعمل ايه او مش هنعمل ايه، فالموضوع بالنسبه لكم بيبقى صعب. اديني نزلت الفيديو، يا رب يكون عجبكم واتمنى ان تكون استفدتوا. كانت معاكم دكتور هدير ممدوح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.